يا مساء الفل. أول حلقة من حلقات موسم 25-26، وبعد غلق باب القيد في الدوري المصري، وقبل يوم واحد من أول مباراة في الموسم لنادي الزمالك. أهلا بيكم على القناة، وأتمنى إن أنتم تنبسطوا معايا زي ما أنا أكيد هنبسط معاكم في الموسم ده. أنا قصدت إن أنا ما أتكلمش الفترة اللي فاتت خالص، واستنى لحد ما فترة الانتقالات تخلص، عشان تقييم لجون ادوارد واللي كان بيحصل الشهرين اللي فاتوا يكون كامل، ما يبقاش كلام مرسل او فيه مبالغات. هتكلم عن جون ادوارد، هتكلم عن الصفقات الجديده، هتكلم عن المميزات والعيوب بتاعت كل لعيب، هتكلم عن التوقعات او اللي احنا المفروض نكون مستنيينه من نادي الزمالك الموسم ده، وكمان في الاخر هتكلم عن الشكل الفني او التكتيكي اللي الزمالك هيلعب بيه الماتش بتاع بكره، او كمان الفتره الجايه كلها من واقع قائمه لعيبه نادي الزمالك. اول حاجه احب اشكر واحيي جون ادوارد على الصوره الذهنيه الحقيقيه اللي اتغيرت على ايده لنادي الزمالك. هو في الحقيقه هي مش صوره ذهنيه بس اتغيرت، هي صوره تاريخيه اتغيرت. نادي الزمالك على طول، مثلا احنا بقالنا 100 سنه مستباح اعلاميا بشكل مخيف، لدرجة إن كان في برامج كاملة في مواسم كاملة ما بتجيبش غير أخبار نادي الزمالك، مفيش أخبار أندية تانية. فجأة الحنفية قفلت، فجأة الناس اللي كانت بتتكلم بطلت تتكلم، فجأة مش لاقيين حاجة يقولوها. الأحلى كمان إن هما لما كانوا بيتكلموا بعد كام يوم تطلع أخبار حقيقية تكذب كل الكلام اللي قالوه. فما بقوش حرام عارفين يقولوا حاجة ولا يجيبوا أخبار من أي حتة بسبب اللي عمله جون إدوارد. ففجأة بقى الكلام على أوضة لبس نادي الأهلي، الضغط اتحول الناحية التانية للنادي الأهلي، مين بياخد كام، مين عايز كام، مين، لأن مفيش أخبار عن نادي الزمالك، مفيش حتى ناموسة نعرف إنها دخلت النادي ولا خرجت. اللعيب كان بيجي يمضي وياكل ويشرب ويستحمى ويتعمل له كشف طبي ويرجع بلده ويجي تاني، وانتوا مش حد يعرف حاجة. ده نجاح لجون إدو، فأحييه. أتمنى إن هو يكمل بنفس النظام، وأتمنى من إدارة نادي الزمالك إنها لو جت في يوم من الأيام شغل جون إدوارد ما عجبهمش وعايزين يمشوه، يجيبوا حد يمشي على نفس النظام ونفس السيستم. أنا عن نفسي ما بتعاملش مع جون إدوارد على إنه بني آدم، أنا بتعامل على إنها فكرة لازم تتطبق السنين الجاية كلها، فكرة وسيستم لازم يمشي عليه نادي الزمالك الفترة الجاية. ده الصح اللي المفروض نادي الزمالك يمشي عليه، وأي حد يجي يمشي على نفس الكلام ونفس السرية والكتمان اللي نادي الزمالك فيه، ما يبقاش مخترق، ما يبقاش أي حد يعرف عننا أي حاجة. فجون إدوارد أو فكرة جون إدوارد لازم ندعمها، ولازم نبقى واقفين وراها، ولازم نصبر عليها، لأن برضه لأول مرة في تاريخ نادي الزمالك نبتدي نحط أساس لفريق كرة القدم. قبل كده كنا نطلع بدور وتاني وتالت ورابع، هي العمارة شكلها حلو. نلعب أول، لو انتوا بقى التاريخ انتوا عارفينه أكتر مني، نلعب مثلا هنقول إيه 10 ماتشات، 15 ماتش، 20 ماتش، ما بنوصلش ل 20 ماتش، هما بيبقى آخرنا 10 ماتشات. حلو قوي وأداء ولا أحسن من كده، ونبقى أول الدوري وراكبين وهوب تيجي شوية هوا بس، ريح صغيرة، كلمة من هنا على كلمة من هنا، هوب فريق يفك، هوب العمارة الحلوة دي تقع على دماغنا، ولا ناخد دوري ولا أي حاجة. هذه أول مرة نادي الزمالك في تدعيماته وفي بناء شخصية الفريق، وحطوا تحت دي 100 خط، شخصية الفريق بتتبني مع جون إدوارد بالطريقة دي. ده هياخد وقت، بنى الأساس هياخد وقت، هياخد مش بس الشهر اللي فات بتاع الإعداد، لأ هياخد كمان مننا الشهر الجاي واللي بعده ويمكن الموسم كله. ده بنى، ده مش بنى سوري، ده بنى أساس. أنت بتحفر في الأرض علشان تحط عمدان قوية تقدر تشيلك السنين الجاية كلها. تهيألي النادي الأهلي بيعمل حاجة زي كده، كل 10 سنين تلاقي 2 دوري يروحوا منه،
في السنتين دول بيكون هو بيبني حاجة تقعد معاه 8 سنين. ده اللي جون ادوارد دلوقتي بيعمله. اصبروا على التجربة دي لأنها أكيد هتنجح. السنة اللي فاتت من غير أي تدعيمات ومن غير أي حاجة من الكلام ده بتحصل، أنت خدت في أول الموسم كأس السوبر من النادي الأهلي دايركت، كأس السوبر الأفريقي مش كأس سوبر مصري. وفي نهاية الموسم خدت من بطل أبطال أفريقيا بيراميدز كأس مصر. ده ليه؟ باسمك، تاريخك، وجماهيرك. احنا نادي الزمالك، الشعار ده مش من فراغ، الشعار ده بيجيب بطولات لوحده. فما بالك لما تدعمه صح وتدعمه بقوة وتحط سيستم صامت زي اللي جون ادوارد حط، اكيد النتائج هتبقى كويسة، ده من غير شك يعني. فبشكر جون ادوارد وهفضل اشكره لو فضلت ادارة نادي الزمالك متمسكة بفكرته. آه، قائمة نادي الزمالك هقراها لكم كده بسرعة. محمد عواد والمهدي سليمان ومحمد صبحي ومحمود الشناوي في حراسة المرمى، كل واحد فيهم 38 سنة، 32 أو 33 سنة، 26 سنة و20 سنة، أعمار متفاوتة ومناسبة جدا. مهدي سليمان لما جه الزمالك جه علشان يطلع يا عواد يا صبحي في صفقات تبادلية أو لبيع نستفيد بفلوسه، لكن واضح ان ده ما حصلش لان بيراميدز والمصري ما كانوش عايزين يساعدوا. فصفقة مهدي سليمان يعني هي مش هتضر، يعني هو مش هيبقى زي الموسم اللي كان فيه ابو جبل وجنش وعواد وصبحي، لا يعني هو مش هيبقى كده. مهدي سليمان خلاص فاضل له سنتين ويعتزل، فهو بس هيبقى بيمشي كورة، يعني مش هيبقى عنده الحمية بتاعت انا لازم اقف ولازم، لا يعني مش هيعمل مشاكل فوق اللبس، فمش هيبقى فيه مشكلة من مهدي سليمان. خط دفاع نادي الزمالك عمر جابر، محمد اسماعيل، حسام عبد المجيد، الونش، بنتاي، فتوح، صلاح مصدق، واحمد حسام اللي ربنا يرجعه بالسلامه من الاصابه. قايمه ما فيهاش غير باك يمين واحد، ومع خروج الزناري اللي انا كنت معترض على خروجه، ولكن خلاص اللي حصل يعني. انت داخل الموسم بباك يمين واحد، في كلام عن مدافع افريقي تحت السن هيدخل في الكام يوم الجايين، فهنشوف الايام جايبه لنا ايه يعني. صفقة محمد إسماعيل صفقة محترمة، مدافع سنه كويس، كورته حلوة، قوي، آه، يديك عمق في القايمة بتاعت نادي الزمالك، يخليك أنت تقول إن حسام عبد المجيد كمان هو محطوط علشان يعوض لو حسام عبد المجيد ما جددش. وكمان خروج الزناري إعارة، ده هيخليه السنة الجاية إن شاء الله يجي يكون فورمته أحسن. فأنت عندك محمد إسماعيل والونش والزناري مع وجود أحمد حسام وصلاح مصدق، عمق استراتيجي محترم، وورقة ضغط غير مباشر على حسام عبد المجيد إن إحنا كده كده مش محتاجينها، فإحنا ممكن ببساطة نقعدك دكة وما تلعبش. فلو إني ما بحبش الأسلوب ده من الضغط، لكن اعتقد ده اللي ممكن يفكروا فيه، يعني لو حسام عبد المجيد فكر ان هو آه، يضغط بورقة الاهلي والكلام ده زي ناس ثانيه يعني. خط الوسط دونجا، احمد ربيع، محمد شحاته، محمود جهاد، احمد حمدي، عبد الحميد معالي، ادم كايد، شيكو بنزا، سيف جعفر، عبد الله سعيد، محمد السيد، ناصر ماهر، ايشو، وخوان الفينا. احمد ربيع لعيب خط وسط نمره 6 قوي، بيدخل بيضغط حلو على اللعيب اللي معاه الكوره. كنا محتاجين طبعا لعيب رقم 6، وكنا نتمنى طبعا محمد حمدان يكون موجود في القايمه معانا علشان يدي عمق اكبر واقوى لمركز 6 عندنا، بالذات ان احنا تقريبا ما عندناش غير دونجا، لان محمد شحاته و آه، محمود جهاد لو هيلعبوا ستة مش هيكونوا ستة ديستروير زي ما احنا عايزين. فصفقة محترمة وقوية، أتمنى إن هي تاخد وقتها علشان لما يبتدي ينزل الملعب يكون مفيد لنادي الزمالك زيه زي محمد إسماعيل. عبد الحميد معالي لعيب صغير، لعيب بروميسنج جدا، لسه قدامه سنة وسنتين على بال ما يتأقلم مع نادي الزمالك ويتأقلم مع الزخم الجماهيري اللي هيتعرض ليه. مهاراته كويسة طبعا، لكن اللعب في نادي الزمالك مختلف، فهياخد وقت على بال ما يدخل في
اجواء نادي الزمالك. لكن طبعا كمان سنه وسنتين الموضوع هيفرق كتير قوي. اللعيب ده ممكن يدخل لنادي الزمالك مبالغ كويسه جدا. آه، شيكوبانزا شيكوبانزا انا ما اعرفش ليه حاسه مصطفى شلبي بس افريقي. ما اعرفش ستايله، طريقه جريته على الفيديوهات اللي انا شفتها. مش حاسس ان هو الصفقه مش اللي هتديك الاضافه العاليه قوي في سكواد نادي الزمالك. لكن اتمنى ان هو يقدم لنا كوره كويسه ويكون مستواه ثابت طول الموسم، وما يتصابش كتير يعني. اتمنى. خوان ألفينا لعيب عنده 22 سنة، برازيلي جاي من أوروبا. لسه أصلا ما دخلش في أجواء نادي الزمالك ولا أصلا جه مصر. بالتالي ما جاش مصر لحد دلوقتي يعني، فلسه هياخد وقته على بال ما يخش في الفريق وينسجم مع اللعيبة. فده قدامه شهر أو شهرين على بال ما ده يحصل يعني. آه، اخر واحد ادم كايد. ادم كايد لعيب اللي انا شفته برضو من الفيديوهات اللي انا شفتها، هو اكتر رقم 10. هو متحرك، بيرقص كويس، بيلعب كرة لقدام. واضح ان هو نشط في الحتت، يعني بيتحرك ما بين الخطوط كمان كويس. فده ستايل لعيب في نص الملعب، مش لعيب جناح. لكن هو يقدر يلعب جناح زي ناصر ماهر مثلا. يعني أنا شايفه شبه ناصر ماهر شويه في الخصائص بتاعت حتى جسمه يعني. لكنه اكتر رشاقه من ناصر ماهر شويه. اتمنى له النجاح. لعيب واضح ان هو بروميسنج وهايل. لكن زيه زي غيره هيحتاج وقت برضه على بال ما يتأقلم مع اجواء نادي الزمالك. خط الهجوم احمد شريف، سيف الجزيري، ناصر منسي، عمرو ناصر، عمر فرج، عباد دباغ. انا بصراحه كان بقالي سنين ما شفتش عدد المهاجمين ده في نادي الزمالك. هي جت صدفه لان عمر فرج مثلا ما تسوقلوش فما مشيش. انت كنت عايز تمشي سيف الجزيري ما عرفتش. لكن العدد مش وحش واللعيبه نفسها كمان مش وحش. احمد شريف ناس كتير اتكلمت عليه وقالت يعني في وسط بقى العدد ده كله ما كانش له لازمه احمد شريف. انا شايف ان احمد شريف ممكن يكون اهم لعيب فيهم. ليه؟ لانه اللعيب الوحيد على اللي انا شفته بيعرف يجي من بره البوكس لجوه يبقى مهاجم تاني. في كل اللي انتوا شفتوهم آه، القايمه اللي انا قلتها دي كلها، زي السنه اللي فاتت بالظبط لما حذرت احنا ما عندناش مهاجم تاني. ما عندناش اللعيب اللي يدخل جوه ال 18 ويبقى مهاجم تاني. احمد حمدي ممكن. عبد الله السعيد قدر على ان هو يبقى مهاجم تاني. كل حتى لعيبه الاجنحه لعيبه مهاريه على الاطراف. بيشوطوا من بره 18 كويس، بيعمل لك عرضيه كويسه، رجلهم حلو على الجون. لكن مش مهاجم تاني. مش ما بيتحركوش زي مؤمن سليمان مثلا. لما كان عندنا ما بيتحركوش زي اشرف بن شرقي مثلا يدخل مهاجم تاني يلعب بدماغه. ما عندهمش دي، لكن عندهم امكانيات عظيمه على الخط. فاحمد شريف انا شايف ان هو لو اشتغل على نفسه شويه هيبقى شبه اوباما شويه في الحته بتاعت انه يطلع بره يسلم ويستلم كرة في ظهره ويجري جوه ال 18 يكون مهاجم تاني. عمرو ناصر واضح ان هو مركز وعايز يثبت نفسه وعايز يبقى مهاجم لنادي الزمالك. فاتمنى له في وسط العدد اللي موجود ده كله ان هو ياخد فرصة ويثبت نفسه فيها. لكن برضه اعتقد ان هو هياخد وقت بالذات في وجود لعيب زي عباد الدباغ. اللعيب الوحيد في وسط ال10 صفقات اللي الزمالك عملها، عباد الدباغ هو الوحيد اللي ممكن يدخل من دلوقتي يلعب اساسي. سنه لعيب دولي، لعيب لعب في اوروبا كتير، عنده 26 سنة، كبير كفاية، فلسطيني فمش اوروبي يعني مش لعيب اجنبي. آه، ف فيقدر يدخل في الاجواء عكس بقيه اللعيبه كلها. عمر فرج انا هعتبره صفقه جديده كمهاجم. احنا شفناه السنه اللي فاتت معانا، لعيب كويس، مش وحش ابدا. لكن بيتهيألي إن الاعتماد عليه مش هيبقى كبير قوي في الفتره الجايه. واعتقد ان هو هيتسوق في الشهر الجاي ده بكتير يعني. بعد ما اتكلمت على الصفقات كلها احب احيي برضو جون ادوارد اللي فاجئنا ان في حاجه اسمها انا ممكن امضي مع لعيب 5 سنين و4 سنين. دي ما كانتش موجودة من أيام
ال- من ايام ايه، بقى لنا 15 سنه مثلا. ما شفتش لعيب مضى لنادي الزمالك اخر يا سيدي 5 سنين على الاقل، 5 سنين. مفيش، كلهم بيمضوا 3 سنين، اللي هو اول سنه يا دوبك بيتعرف على الفرقه، ثاني سنه بيتالق، ثالث سنه يسيبك علشان يروح في اي حته ثانيه ايا كانت هي ايه. ده في ناس كمان كانت بتمضي سنتين واكثر. فكره ان انت بتجيب لعيبه تمضيها 5 سنين تقعد معاك، وباعمار زي ما انتم شايفين 22 و23 25 سنه، ده انجاز لجون ادوارد، احييه، او مدير التعاقدات اللي بيعمل الكلام ده احييه طبعا عليه. طبعا بالاضافه للاماونت او الفلوس اللي انت بتدفعها القليله في اللعيبه، رغم ان طبعا دي لعيبه مش سوبر ستارز او مش لعيبه كبيره، حتى لعيب ب 2 مليون و3 مليون دولار حتى مش سوبر ستار بالنسبه لاوروبا، يعني هو لعيب اقتصادي زي ما بيقولوا، يعني يجيبوه مثلا ب 200,000 300,000 يبيعوه ب 2 مليون او 3 مليون، فبيبقوا كسبانين فيه 10 اضعاف. آه بعد ما اتكلمنا على القايمه وجون ادواردز، ايه اللي احنا بقى متوقعينه من نادي الزمالك؟ الناس الطبيعيه هتقول لك تاني الدوري، ناخد الكاس، ناخد افريقيا زي كل سنه. والضغط ده بصراحه هو اللي بيخليك كنادي زمالك تنافس، لان انت الزمالك في النهايه، فانت لازم تدخل، ده ادرك ان انت داخل تنافس على كل البطولات. لكن زي ما قلت، اللعيبه كلها اللي داخله بالمدير الفني الجديد اللي سنه صغير، بجون ادوارد نفسه اللي برضه لسه مش هقول سنه اولى زمالك، ده شهرين 3 زمان. الفتره الجايه هتبقى صعبه جدا، ضغط جماهيري رهيب. ده مش هقول لك لو خسرنا هيتبهدلوا، احنا لو كسبنا ولعبنا وحش هيتبهدلوا. فالشهر الجاي او اول 4 5 ماتشات الزمالك هيلعبها الفتره الجايه هتبقى نار على نادي الزمالك وعلى كل المنظومه، لان مع اي هفوه هيشوفوا جحيم بيتفتح في وشهم. في الحقيقه اللي انا متوقعه ان احنا اول 5 ماتشات احنا ممكن نكسب ماتش واحد او ممكن نكسب ماتشين، والثلاث ماتشات التانيين يا تعادل يا هزيمه. اه ده اللي هيحصل. ولو انت فاكر ان انت داخل الموسم انت هتكسب اول 10 ماتشات، لا ده مش هيحصل. ده كان هيحصل لو انت زي السنين اللي فاتت، الفكره بتاعت ان انت طلعت بثلاث ادوار مره واحده، لعيبه تديها حمل بدني عالي فيدخلوا تك 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 ياكلوا الاخضر واليابس. بس بعد كده في الماتش التاسع او العاشر تلاقي البدني وقع، تلاقيهم مش موجودين، اخبار تتسرب، مشاكل في الفرقه تفك هوب، الموسم كله يروح. انما السنه دي انت باني، انت بتبني، فطبيعي بدايتك تبقى بطيئه. يعني ايه بدايتك بطيئه؟ يعني رتم اللعب مش هيبقى كويس، انت مش هتشوف كرة حلوه في الملعب، مش هتشوف السكسي فوتبول اللي انت اللي هم بيتكلموا عليه، مش هتشوفها، لان اللعيبه لسه بتتعود، لسه بتتمرن، لسه بتشم نفسها. لسه احنا خلي بالكم كمان ان دي اول سنه يمكن قبل الكورونا، او يمكن من ايام الثوره اللعيبه تاخد شهر اجازه، ده ما كانش بيحصل. فما تتوقعوش بداية مبهرة لنادي الزمالك بكرة. فالموسم منطقي أنا شايف إن أنت ممكن تطلع ثالث عادي، ده عشان نادي الزمالك. يعني هو لو كان حد تاني غير الزمالك تقول لك رابع وخامس يعني. إنما يعني لو في الدوري الإنجليزي أقصد عادي تطلع رابع وخامس، لأن أنت السنة الجاية بقى بالقايمة دي لما نصبر عليها لا أنت هتاخد الدوري. بالجماهير وبنادي الزمالك وباسمك وبتاريخك، انت السنه الجايه لو صبرنا على القايمه دي وعلى جون ادوارد، انت السنه الجايه هتاخد الدوري مليون في المية، مليون في المية. بس الجماهير تفكر صح، واعتقد ان جون ادوارد لو احنا صبرنا عليه او اداره نادي الزمالك صبرت عليه الموسم ده كله، وصبرت على ادائه واسلوبه الصامت، نادي الزمالك السنه الجايه هياكل الاخضر واليابس. افريقيا احنا ممكن ناخد افريقيا السنه دي، انت برضو في كاس الكونفدراليه يعني ما انتش بتلاعب اتقل فرق في القاره. وعلى اخر الموسم انت لو كملت يعني كاس مصر و آه، كاس كاس افريقيا، على اخر الموسم هتبقى اللعيبه مسكت نفسها شويه وانت شخصيتك بانت في الملعب، ممكن تاخد البطولات اللي فيها اللي زي الكاس، يعني اللي هي بطولات الكؤوس انت ممكن تاخدها. انما الدوري انت
اول اللي هم ال 21 ماتش او ال 20 ماتش الاولاني بتوع الدور الاولاني، انت مثلا في مثلا 5 او 6 ماتشات انت مش هتكسبها، ممكن تكسب الباقي، بس اول 5 6 ماتشات في الدوري انت هتقع فيهم مع ماتش الاهلي، مع ماتش بيراميدز اللي عندهم سكوادات طبعا اعلى مننا بكتير. آه، هيقول لك ان احنا هيبقى صعب ان احنا ننافس على المركز الثاني. طيب، سبت فريرة ايه، ودي اخر حاجه هتكلم فيها في الحلقه دي، واعذروني على الاطاله يعني. اللي انتوا شايفينه ان احنا داخلين الموسم بباك يمين واحد وباك شمال واحد، لان طبعا فتوح كان في الساحل وما كانش فاضل له. فانت معاك عمر جابر وبنتايج اثنين، لو واحد فيهم ما بقاش موجود، انت الخطه اللي انت عاملها كلها لو بتلعب باربعه ورا، اللي هو الباكين لازم يطيروا لقدام، ده مش هينفع، لان انت ما فيش بديل اصلا لبنتايج مثلا يعني كباك شمال. عمر جابر ممكن تحط محمد شحاته، ممكن تحط احمد ربيع، كنت ممكن تحط الزناري، ممكن تحط صلاح مصدق، لكن مش هيديك الاداء الهجومي اللي انت عايزه، او التحركات بتاعت عمر جابر بتاعت الباك اليمين يعني. بالتالي اللي انا شايفه ان نادي الزمالك مش هيلعب باربعه ورا، ده بالعكس هو هيلعب بثلاثه ورا، وممكن عمر جابر يضم، ما يبقاش باك يمين طاير على الطرف، او طبعا هيبقى له تحركات كباك يعني، لكن في الاساس هيكون ثابت في نص الملعب، يعني هيضم يبقى انفيرتد باك جوه جوه الملعب في نص الملعب يعني. فده مبدئيا ثلاثه ورا. زي ما انا شرحت لك ان الاجنحه بتاعت نادي الزمالك كلها اجنحه سريعه مهريه بتعدي واحد على واحد، لكن ما بتدخلش ال 18. ده معناه ان انت الزمالك هيبقى فاتح الملعب بالاطراف بتاعته. ده معناه ان الباكات لو انت بتلعب باربعه ورا هم مش هيطيروا لقدام، لان في وينجات واقفه قصادهم. ده معناه ان الباكات هينضموا جوه الملعب. فبالتالي انت هتلعب بثلاثه قدام فاتحين، يبقى ثلاثه ورا وثلاثه قدام، وزي ما قلت لك عمر جابر يضم لجوه، وبنتايج يكون ثالث ورا. ده معناه ان انت هتلعب بما اشبه ب 3 2 2 3 او الام دبليو، او الطريقه اللي كان اوسوريو بيلعب بيها في نادي الزمالك لما كان موجود معانا، او لو هنشبهها عالميا ب جوارديولا في السيتي، او لما كان بيلعب حتى في برشلونه. فكره الام دبليو او اللي هم 3 2 2 3 بتعتمد اكتر على اجنحه تكون رجليها عكسيه، ناحيه اليمين اشول وناحيه الشمال ايمن، بحيث يعرفوا يحافظوا على الكوره تحت رجليهم. وده موجود في كل الاطراف اللي احنا اتكلمنا عليهم، لكن انت بتبقى محتاج الاثنين اللي تحت راس الحربه اللي في قلب الملعب يكونوا بيعرفوا يدخلوا جوه ال 18، او على الاقل واحد فيهم يعرف يدخل جوه ال 18 علشان يكون مهاجم تاني، فيبقى عندك زياده عدديه جوه ال 18 محترمه تقدر تدخل بيها جوه. عشان كده زي ما قلت لك احمد شريف صفقه مهمه، ابدا مش صفقه ضعيفه. هل مثلا عمر فرج يقدر يقدم الدور ده؟ هل احمد حمدي يدخل جوه ال 18؟ ناصر ماهر يطور شويه من الحته دي عنده، لان طريقه اللعب دي انت عايز لعيبه بتبقى بتخربش جوه ال 18، مش لعيبه مهاريه، يعني لعيبه عايزه تخلص جوه ال 18. فهيبان بكره الموضوع. علشان كده بيتهيالي ان في ماتش بروكس احنا لما يانيك بريرا اصر على طريقه اللعب دي احنا خسرنا، لان اللعيبه لسه مش مدركه هي المفروض تتحرك فين. تاني، انت جايب لعيبه صغيره في السن، مدير فني صغير في السن، ادوارد اول مره يمسك نادي الزمالك، نادي جماهيري في ضغط كبير، فانت كل حاجه جديده. فانا مش هقول لك متفائل ومتشائم، لا، انا هقول لك ان انا على اللونج ران متفائل. على الشورت فران، او يعني الشورت بيريود، في الفتره الصغيره اللي جايه منطقي ان يبقى فيها اخفاقات، لان انت لسه بتبني فرقه. اتمنى طبعا ان اللي انا بقوله يكون عكسه يحصل، وان انا الاقي بكره برشلونه نازله في الملعب، لكن من الوقائع اللي قصادنا انا شايف ان ده اللي هيحصل. بكره ممكن نخسر عادي جدا. فاتمنى ان احنا نهدى، ندعم، نصبر على الفريق وعلى كل المنظومه دي، لانها تستاهل بعد التعب اللي هم بيعملوه اللي واضح لينا كلنا من غير كلام، ان احنا ندعمهم ونصبر عليهم. كان معاكم رامي،
شكرا ليكم، اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.